السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة جاي بكلم معاكم على الموضوع بتاع النهاردة، عن موضوع امبارح كان في حاجة اسمها الفالنتين اللي هو عيد الحب. طبعا كلنا عارفينه، كلنا شايفين السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن موضوع عيد الحب وايه الطقوس اللي جدت علينا من كل سنة لسنة لسنة بالنسبة لعيد الحب. انا امبارح كان راكب معايا شاب في التوك توك، حوالي عنده 20 سنة. فكان جايب دبدوب كبير جدا جدا، فقعدنا حوالي 5 دقايق نزقه فيه ونعفره عشان يدخل وكده لحد ما ربنا كرم ودخل. فانا بسأله في السكة وانا سايق، بقول له حبيبي انت جايب الدبدوب ده بكام؟ قال لي انا جايبه ب 3000 جنيه. دبدوب ب 3000 جنيه، ايوه انت سمعت صح، 3000 جنيه. فانا حصل لي شبه كده صدمة كهربائية، ما بقتش عارف ارد عليه اقول له ايه. فقلت له 3000 جنيه جايب بيهم دبدوب؟ يعني انت لو كان جايب مثلا خدها مثلا وجاب لها واحدة ام علي دفت معدتها، خدها عزمها عزومة كويسة في حتة حلوة، مثلا كلوا مع بعض وكده ومش عارف ايه، او جاب تورتاية وكده، او جاب لها طقم كاسات طقم كوبايات، اي حاجة تنفعها فيما بعد. بس 3000 جنيه في الوقت الحالي اللي احنا فيه امر بالنسبة لي شديد الصعوبة. مش بخل، مش بخل، ممكن يكون ربنا كرمه معاه، بس مش بخل فعلا. الموضوع دلوقتي في الوقت الحالي صعب، صعب بجد يعني. فانا بصيت كده، طب ال 3000 جنيه دول واحد بيشقى بيهم 30 يوم شهر، من اول الشهر لحد اخر الشهر عشان ياخد ال 3000 جنيه دول. واول ما بياخدهم في ايده ما بيبقوش بتوعه، مش بيبقوا بتوعه، بياخدهم بيسلم بيستلم، بيدفع كهربته غاز وميه وبقيه الحاجات. ايه بقيه الحاجات؟ اللي هو حديث الساعه الايام اللي فاتت دي كلها كان بيتكلموا على اسعار البيض والفراخ واللحوم والاسماك. انا خدت تجربة شخصية ليا من حوالي 15 يوم. 15 يوم بعد ما عملت مقاطعة مثلا حوالي بتاع شهرين ولا حاجة للبيض، قلت ادخل هات البيض عشان خاطر العيال ما ينسوش طبعا شكله. حبيت اتاكد اذا كانت البضايه زي ما هي جواها صفار وبياض ولسه فيها قشره، ولا الموضوع اتطور واتغير. فقلت للراجل لو سمحت انا عايز 4 بيضات. اعطاني 4 بيضات. البيضة عاملة كام؟ عاملة 4 جنيه من 15 يوم، يعني ب16 جنيه. أول امبارح معدي وأنا مروح بالليل كده ببص كده، بحب أتابع الأسعار من بعيد كده عشان محدش ياخد باله إن أنا بتابع. الراجل مكتوب عليها 43 جنيه، يعني البضاية عاملة 4 جنيه و30 ساخ. النهاردة أو امبارح فوجئت إن البضاية وصلت 5 جنيه. 5 جنيه. يعني دي لو انت جبت بيض او عندك بيض في التلاجة، او قدرت ان انت من فترة تجيب بيض، فانت اصبحت رجل غني. غني. انا وانا ماسك ال4 بيضات بقيت عمال ابص شمال ويمين، شوف في حد مراقبني، حد عايز يعرف ازاي انا قدرت ان انا اعمل كده، جاب الفلوس بتاعت البيض منين. ما انت لازم هتطلع عليك اشاعات فترة كبيرة، انت راجل استحوذت على بيضة وجبت بيض، يبقى انت كده حد من علية القوم، مش حد سهل ولا حد بسيط. فلما يكون احنا كلنا في دايرة كل يوم اسعار بتزيد بتزيد بتزيد، والاقي شاب جايب دبدوب ب 3000 جنيه، وشاب تاني بيحكي لي ان هو عامل جمعية عشان خاطر يجيب لخطيبته ايفون ثمنه مثلا 20000 جنيه. دي حاجة ولا في الخيال. يعني اعمل جمعية؟ يعني انا مش مقدرتي ان انا اعمل جمعية. طيب هل احساس بالحب واحساس بالامان والشعور الحب اللي هو موسم التزاوج بين الشباب اللي هم لسه قارين فاتحة او مخطوبين اصبح ان هو مادي؟ مادي، بقت موضوع مادي. 20000 جنيه اجيب ايفون بتمنه 20000 جنيه واعمل جمعية واحرم نفسي عشان خاطر اديهولها، وممكن هوب يقع يتكسر يتسرق يحصل اي حاجة. طب ما اجيب حاجة لبيتي، اجيب حاجه استفاد بيها فيما بعد. ده رايي الشخصي. محتاج ردكم، محتاج تعليقاتكم على الفيديو اللي انا بتكلم فيه، وان انت شاب جايب دبدوب ب 3000 جنيه، هل هو صح وانا غلط؟ هل هو ليه وجهة نظر؟ شباب اللي في سنه ممكن يردوا عليا ويقولوا لي لا هو صح على فكرة، هو كويس، هو وحش. حابب اسمع ردودكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يقوينا الايام الجاية. الاسعار طالما كل يوم بتزيد كده، دي تمنها
تقريبا والله أعلم ممكن يوصل في رمضان 7-8 جنيه. تبقى كارثة مدوية. ربنا معانا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.